كاوتش مستعمل ايه اللي عليه ضمان 30,000 كيلو، وكاوتش مستعمل ايه اللي حالاته 95%، واللي بيقول كاوتش استيراد ازاي استوردت كاوتش منتهي الصلاحيه؟ ودي مشكله كبيره جدا انت بتدين نفسك في الفيديو بنفسك، وممكن تسبب لنفسك مشكله كبيره جدا. كاوتش المستعمل انا مش بقطع عيشك، التجار والمحلات الصغيره اللي فاهمه ان احنا لما بنتكلم على الكاوتش المستعمل ابقى كده قاصد اضرك، صدقني لا. توجه دلوقتي للجديد، حاول تدخل جديد المحل عندك واكسب، مش لازم تكسب هنا 500 و800 و700 و1000 واكتر، في حين ان انت ممكن ترضى هنا بحاجه بسيطه بس ربنا هيرضيك، وتبقى واثق ان الكاوتش ده هيبقى امان للي راكب العربيه، ما تخاطرش بحياه الناس وتعرض حياتهم للخطر. الكاوتش المستعمل اشتريه في حالات ضيقه جدا، خلاص انت عطلت ومفيش معاك ولا جنيه وعايز كاوتش يمشيك، لكن اساسي ما ينفعش يبقى اساسي. ولا تصدق حد يقول لك حالته 95%، ولا تصدق حد يقول لك استيراد، ولا تصدق حد يقول لك ضمان 30,000 كيلو. ضمان 30,000 كيلو ازاي؟ فرد الكاوتش طلعت ومشيت واتحركت ومشيت 40,000 كيلو، واللي مركبها في عربيته خايف على حياته وخلعها وركب كاوتش جديد، انت بتروح تقنع واحد تاني بيها ازاي؟ كاوتش الجديد، فردة الكاوتش دي بص فرق النقشه في الشتاء، التماسك على الطريق، الامان، كاوتش له عمر افتراضي لسه انت بتاخد بدايته، لكن هنا الكاوتشه منتهيه وهو بيحاول يلمعها لك ويبيعها لك. لو عايز تبيع كاوتش بيع النهارده كاوتش جديد، لان خلاص كاوتش الاستعمال عصره بينتهي، لكن النهارده فرده الكاوتش بتبدا من 1390 جنيه وتايلاندي، مش هقول لك بقى صيني درجه 10، تايلاندي اعلى درجه واحدث انتاج. نزلنا الاسعار في سنه اكتر من 30% بالفيديوهات اللي بنعملها والاسعار المعلنه، كسرنا سوق المنافسه وخلينا المنافسين كتروا، وده كله استفاده للعميل، ان انت بتلاقي في الاخر السعر نزل زي ما انت شايف، اسعار الكاوتش بقت في الارض.